القهوة وحصوات المرارة، الحقيقة العلمية اللي انت محتاج تعرفها. من الآخر، ناس كتير تخاف من شرب القهوة، خصوصا اللي عندهم مشاكل في الهضم أو اللي عندهم مشاكل مرارة. تسمع كلام بيتقال زي القهوة بتعمل حصوات، القهوة بتبوظ المرارة، بلاش تشرب قهوة لو عندك وجع في الجنب اليمين. بس هل الكلام ده له أساس علمي ولا مجرد كلام متورث؟ في الفيديو ده هنفك اللغز بالعلم وهنفهم ازاي القهوة بتأثر على المرارة، وهل فعلا ليها علاقة بحصوات المرارة ولا العكس تماما. يعني ايه حصوات مرارة اصلا؟ حصوات المرارة دي عبارة عن حصوات بتتكون جوه المرارة، غالبا معمولة من الكوليسترول او الاملاح الصفراء، لان المرارة في الاصل وظيفتها تخزين الصفرة اللي بيساعد الجسم على هضم الدهون. لو المادة دي اتركزت بالزيادة أو المرارة نفسها ما تفضيش نفسها كويس، الحصوات تبدأ تتكون. وفي عوامل كتير بتزود الاحتمالات دي، زي السمنة أو النزول السريع في الوزن، قلة الحركة، وطبعا بعض العوامل الوراثية. يعني تكوين الحصاوي مش عامل واحد بس. طب القهوة بتأثر على المرارة ازاي؟ القهوة بتنشط المرارة وتخليها تنقبض وتفضي عصير الصفرة، وده في حد ذاته حاجة إيجابية، لأن المرارة اللي بتفضي نفسها بانتظام أقل عرضة كتير لتكوين الحصوات. دراسات كتير لاحظت إن شرب القهوة مرتبط بانخفاض في خطورة الحصوات في المرارة، خصوصا عند الناس بقى اللي بتشرب القهوة بانتظام وباعتدال. منين جت فكرة بقى إن القهوة بتكون حصوات في المرارة؟ الفكرة نفسها غالبا جاية من إن القهوة ممكن تزود حركة الجهاز الهضمي فتعمل تقلصات، ودي يحس بيها اللي عنده حصاوي فعلا. في الحالة دي ممكن تزود لك الوجع، بس القهوة مش السبب في الحصاوي، لكن بتكشف المشكلة اللي موجودة. الشخص بقى يفتكر إن القهوة هي اللي عملت له الحصاوي، وهي في الحقيقة كانت موجودة من قبل كده. طب هو الكافيين هو السبب ولا القهوة نفسها؟ الدراسات فرقت بين القهوة اللي فيها كافيين واللي من غير، ولقت إن التأثير الإيجابي أكتر من القهوة اللي فيها كافيين. الكافيين بتساعد على انقباض المرارة وتنظيم حركة عصير الصفرة. يعني الموضوع مش مجرد طعم القهوة، لكن المكونات الفعالية اللي فيها. هل القهوة بتحمي من حصوات المرارة؟ في أبحاث كبيرة لاحظت إن الناس اللي بتشرب قهوة بانتظام عندهم فعلا نسبة أقل في تكوين الحصوات في المرارة مقارنة بالناس اللي ما بتشربش قهوة خالص. السبب ممكن يكون كمان إن القهوة بتقلل تركيز الكوليسترول وتمنع ركودها، بس ده مش معناته إن القهوة علاج، هي عامل مساعد ضمن نمط حياة صحي. هل كل الناس تنفع تشرب قهوة لو عندها مرارة؟ مش بالضرورة. لو الشخص اوريدي عنده حصوات هتعمل لك أعراض قوية جدا شرب القهوة، ممكن تزود لك الألم بسبب انقباض المرارة نفسها. في الحالة دي لازم يكون في توازن، وطبعا متابعة حسب الحالة. لكن ده مختلف تماما عن فكرة إن القهوة بتسبب الحصوات نفسها. إيه تأثير القهوة على الصفرة؟ القهوة بتأثر على تكوين مادة الصفرة وتقلل نسبة الكوليسترول فيها، فلما ده يبقى متوازن تقل فرصة ترسيب الكوليسترول، وبالتالي تقل كمان تكوين الحصوات. وده واحد من الأسباب اللي خلت الأبحاث تربط القهوة بانخفاض خطر حصوات المرارة. هل نوع القهوة أو الكمية بتفرق؟ الكمية المعتدلة هي الأفضل، 2 ل3 كوبايات في اليوم غالبا آمنين لمعظم الناس. الإفراط في القهوة بيسبب مشاكل تانية زي التوتر واضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي. نوع القهوة مش مهم قوي قد الكمية وطريقة شربها. القهوة تتشرب سادة من غير إضافات، لا سكر ولا كريمة ولا غيره. هل القهوة أخطر من عوامل تانية؟ لو بصينا علميا هنلاقي إن السمنة، النزول السريع في الوزن، وقلة الحركة أخطر بكتير على المرارة من القهوة. التركيز على القهوة بس تخلي الناس تتجاهل الأسباب التانية، ودي برضو أسباب أهم لتكوين حصوات المرارة. يعني نشرب قهوة ولا نبطل؟ العلم بيرد يقول إن القهوة مش سبب حصوات المرارة، بل بالعكس ممكن في عوامل كتير القهوة تكون حماية. المشكلة مش في القهوة، المشكلة في نمط الحياة كله. لو بتشربها باعتدال ومفيش منها أعراض فمفيش سبب للقلق، ولو عندك أعراض القرار لازم يكون حسب حالتك مش بناء على إشاعات وترندات. القهوة مظلومة في موضوع المرارة سنين طويلة. العلم دلوقتي وضح لك الصورة، مش كل وجع سببه قهوة، ومش كل حصوة لها علاقة بكوباية القهوة.
الفهم الصح يخليك تاخد القرار الصح. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهي دي القهوة وحصوات المرارة، الحقيقة العلمية اللي انت محتاج تعرفها من الآخر.